أهلا بيكم في حلقة جديدة من قعدة روقان. يلا نبدأ حلقتنا بسؤال: يعني إيه الندم الحقيقي؟ الندم الحقيقي مش هو الندم اللي بيجي بعد غلطة، لكن هو الندم اللي بيجي بعد سكوت، بعد ما تفوت فرصة وتقول لنفسك بعدها يا ريتني كنت جربت، يا ريتني كنت قلت، يا ريتني كنت مشيت في الطريق ده. أغلب الناس مش بتندم على الحاجة اللي عملتها، لكن بتندم على الحاجة اللي ما عملتهاش، على الخطوة اللي خافوا ياخدوها، على الكلمة اللي ما طلعتش، على الحلم اللي فضل في الدرج، وعلى النسخة اللي جواهم وما طلعتش للنور. اللي بيحصل إننا بنعيش طول الوقت نحاول نتجنب الغلط، نحسبها مليون مرة قبل ما نعمل أي حاجة، نقول ما يمكن تفشل، ما يمكن أندم، ما يمكن الناس تضحك، بس محدش بيقول ما يمكن أنجح، ما يمكن أفرح، ما يمكن أكون نفسي. العقل دايما بيخوفنا من المجهول، بس المجهول ساعات بيبقى هو الطريق الوحيد اللي يوصلنا للي عايزينه. في فرق كبير بين الغلط وبين التجربة. الغلط ممكن يعلمك، لكن اللي ما جربش أصلا عمره ما هيتعلم. لو سألت أي حد كبير في السن إيه أكتر حاجة ندمان عليها، نادر جدا لما تلاقيه يقولك ندمان على حاجة عملتها، لكن دايما هتسمع يا ريتني كنت سافرت، يا ريتني كنت قلت الكلمة دي، يا ريتني كنت حاولت تاني، يا ريتني ما خفتش. الإنسان بطبعه بيخاف من الخسارة، بس عمره ما بيحسب خسارة الوقت اللي بيضيع في التردد. كل بكرة بتقولها بتخصم من عمرك، وكل خوف بتسمح له يمنعك بيسرق منك حياة كان ممكن تعيشها. عارف يعني ايه أصعب إحساس؟ لما تفتكر إنك كنت قريب أوي من حلمك بس سبته يعدي، مش عشان الظروف لكن عشانك انت، عشان قلت مش وقته، أو لما أكون جاهز، أو الفرصة مش مناسبة. بس الحقيقة الفرصة عمرها ما هتبقى مناسبة، انت اللي المفروض تبقى مستعد تاخدها حتى لو كل حاجة حواليك بتقول العكس. مشكلتنا إننا فاكرين الندم بيجي بعد الفعل، لكن الندم الحقيقي بيجي بعد الصمت. لما تعدي السنين وتبص وراك وتقول ياه كان ممكن أكون شخص تاني خالص لو كنت خدت الخطوة دي. اللي بيجرب حتى لو فشل بيتغير، لكن اللي ما بيحاولش بيفضل هو نفس النسخة ونفس الدوائر ونفس الحكاية اللي ما بتكملش. في نوع من الندم اسمه ندم آمن، وده اللي بيجي بعد تجربة. بس في نوع تاني اسمه ندم قاتل، وده اللي بيجي بعد تردد. الأول ممكن تتعلم منه، لكن التاني بيفضل وجع ساكن جواك، بيفكرك كل مرة بإنك سبت فرصة تهرب من إيدك. في لحظة معينة لازم تسأل نفسك: هل أنا خايف أغلط ولا خايف أنجح؟ هل أنا بحمي نفسي ولا بعطلها؟ لأن كل ما تختار الأمان بتبعد عن الحياة. الأمان مش دايما هو الصح، أوقات كتير بيكون مجرد قفص فيه كل حاجة إلا الحرية. خدها قاعدة كده بينه وبينك: اللي بيجرب عمره ما بيرجع صفر، حتى لو وقع بيطلع بخبرة وبقوة وبنسخة جديدة منه. لكن اللي ما بيحاولش بيفضل يعيش في نفس الصفحة، يتفرج على حياة الناس ويحس إن الوقت سرقه، من غير ما يعرف إن اللي سرقه فعلا هو خوف. مش لازم تعمل كل حاجة صح، ومش لازم تكسب كل معركة، بس لازم تجرب لأنك تستحق تعرف حدودك، تجرب لأنك تستحق تشوف إمكانياتك، تجرب لأنك هتفضل دايما تندم على اللي فوته مش على اللي خسرته. في النهاية مش مهم كم مرة فشلت، المهم إنك ما تبطلش تحاول، لأن أسوأ نهاية مش اللي تقع فيها، أسوأ نهاية هي النهاية اللي عمرك ما حاولت تبدأ فيها. في كل مرة تتردد فيها افتكر إنك مش دايما هتكون عندك نفس الطاقة ولا نفس العمر، بس عندك دلوقتي الفرصة. جرب حتى لو خفت، حتى لو الناس مش فاهمة، لأن في الآخر الإنسان بيندم على اللي ما عملوش مش على اللي عمله. كنت معاكم من بودكاست قعدة روقان. خدوا نفس وروقوا
وفكروا في خطوة كان لازم تتعمل من بدري، يمكن النهاردة وقتها.